يا مساء الفل واهلا بكم في فيديو جديد من اسلوب حياه. معاكم رشا. النهارده هنعرف مع بعض في اخطاء بنعملها مع الاير فراير سواء بقصد او بدون قصد. الاول خطأ ان احنا ممكن بنقلي الحاجه جواها من غير زيت. هي يعني نقلل فيها الزيت لكن هي مش بدون زيت خالص. يعني الاكل فيها لو انا ما دهنتهوش بزيت او رشيته زيت هيطلع مجلد ومش حلو. لكن انا الاكل في الاير فراير لازم اكون سواء بالفرشه او بالرشاش بغطي الاكل بيها عشان يطلع مقرمش وحلو كمان من جوه. هي الزيت قليل لكن مش بدون زيت نهائي. دي الحاجه اول حاجه. تاني حاجه ان انا في اكلات معينه انا ممكن لازم اعتمد حراره الحراره الموجوده. يعني مثلا زي ايه؟ زي البطاطس. اكتر حاجه بنقليها في القلايه هي البطاطس ما ينفعش اكون بزود الحراره عن 180 درجه. ليه؟ ان البطاطس لو زودت درجه الحراره عن 180 بتتكون ماده الاكريلاميد، ودي ماده كترها في الاكل مسرطن. يعني مثلا انا اهو شغلت الاير فراير هنا مثلا وهختار برنامج البطاطس. ثواني. شايفين؟ ده برنامج البطاطس. درجة الحرارة 180 درجة، يعني دي هياخد معايا 38 دقيقة. درجة الحرارة 180 درجة. أنا ينفع أزود الحرارة، وناس كتيرة بتعمل كده، بتزود الحرارة عن 180 مثلا وتخليها 200 درجة. أنا أول ما البطاطس بتزيد درجة الحرارة في التحميل بتاعها عن 180، ده معناها إن الحرارة العالية دي هتكون لي مادة الإكراميد اللي هي كترها أو وجودها في الأكل ده بيخلي وجودها يسبب سرطان. فأنا يا فرحتي قللت الزيت لكن زودت الحرارة وضريت العيال والبيت هنا بالحاجة دي. فأنا في درجات حرارة أنا لازم أكون ملتزمة بيها. طيب في اكلات انا ينفع اكون بعملها ما احطش فيها زيت. زي ايه؟ زي البطاطس الاير فراي، البطاطس البومفريت. هي اصلا نص مقليه، فانا مش مضطر احط لها زيت. في الحاجات اللي اصلا شبه نص مقليه بتكون جاهزه، دي اوكي بحطها في الاير فراير من غير زيت خالص ان هي اوريدي فيها زيت. تالت حاجة أنا مش هكبس كمية الأكل كتير جدا. يعني أنا مش حاملة الدرج لآخره بالأكل. فأنا النتيجة دي هتديني إن الأكل كله ما طلعش كويس. أنا في علامة ماكسيموم بحط فيها كل درج على حسب الاير فراي بتاعتك. بتبصي علامة الماكسيمم بتاعتك فين وتحطي على قدها او اقل منيها كمان. يعني ما تزوديش عن علامة الماكسيمم الموجودة في الدرج او في الاير فراي بتاعتك. الخطأ التاني ان احنا بنحط الاكل وما نقلبهوش. لا، هنحط الاكل لازم الاير فراير بدي الاكل تقليبه مره واتنين على حسب النوع الاكل اللي عندي. وكمان بلاحظ انا سخانات الاير فراير هي العلويه ولا السفليه. في سخانات في اير فراير فيها سخانات من فوق ومن تحت، وفي سخانات فيها فوق بس. انا بشوف برضو السخانات فين موجوده، ولازم عشان كده انا لو السخان انا دي الجي فيليبس السخانات بتاعتها موجوده فوق، فانا دايما اللي بيحمر الاول هو السطح اللي فوقاني، فبضطر اقلبها عشان تحمر من تحت تاني. فلازم التقليد ده حاجه ضروريه جدا. كمان في انواع اكل معينه وفي قلايات لازم اكون بسخن القلايه الاول عشان تديني نتيجه مرضيه اكتر. ده بيعتمد على نوع القلايه وكمان على حسب نوعيه الاكل انا بكون بعملها فيها. اكبر خطأ احنا ممكن نعمله ان انت تحطي درج الغسالة تطلعيه وتكوني بتحطيه في غسالة الاطباق. دي اكبر حاجة اجرام ممكن تعمليها في الاير فراي بتاعتك. ليه؟ طب انا بحطها عادي وتنضف وما يحصلهاش حاجة. فعلا ممكن ما يحصلهاش حاجة، لكن هي مع الوقت غسلها جوه غسالة الاطباق ده بيجرحها. هتلاقيها مرة واحدة جرحت معاكي والطبقة اللي موجودة فيها طلعت واتجرحت معاكي، مع انك انت حطاها في غسالة اطباق. دي كل اي حاجه عموما مطليه تفلون او اي حاجه زي كده مع الوقت جوه غسالة الاطباق بتتضر، فدي بتتغسل على الحوض عادي. وطريقه غسلها بكون بغسلها بسفنجه. لو حابين تشوفوا معايا طريقه انا بغسلها ازاي هيكون فيديو قريب على القناه. ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه عشان يوصلك اشعار لما ينزل على القناه. في خطأ ان احنا بس بنستخدم القلاية بس للقلي. لا، القلاية مش بس للقلي. انا ممكن احمص فيها اكل، ممكن اعمل فيها اي اكلات غير بس القلي.
يعني ممكن كخبز او كتحميص كاي حاجات كتير جدا. يعني حمصت فيها كنافه، حمصت فيها شعريه، حمصت فيها حاجات كتير جدا بتتحمص فيها بسهوله جدا وسهل جدا. الخطأ الجاي ده بقى شفته كتير جدا، ناس تيجي بالاكل وتحط الاكل جوه الدرج والاقيها ماسكه الرشاش وتك تك تك هو والاكل جوه الدرج. ده خطأ فاتح جدا. يا جماعه انتوا بترشوا بترشوا، بس بيجي رذاذ زيت على الدرج من جوه. ده مع الوقت تنظيفها بيبقى اصعب. فلا، انا هرش زيت او سواء بالرشاش او بالفرشه في طبق خارجي. يعني هحط الاكل في طبق وارشه براحتي واجي بعد كده ارصه. ده يعني هيفرق معاكم جدا في تنظيف القلايه. هتلاقوها لو تبعتوا الحاجات دي القلايه مش بتتوسخ معاكم بالدرجه الجامده. واهم حاجه لازم اكون بستخدم في القلايه ما استخدمهاش غير بورق زبده. انا ورق الزبده، انا ده الورق اللي بجيبه ده عباره عن بصوا انا بجيبه بالكيلو. ده كيلو ورق مربع. هو كده يعني هو كده متقطع مربع جاهز. ده بجيبه من عند بتوع اللي بيبيعوا الورق والاكياس والحاجات الجمله. ده كان كيلو قرب 50 جنيه او 60 جنيه. عايز اقول لكم ده بقاله يعني الكيلو ده معايا يمكن من 6 شهور. شايفين الكميه قد ايه؟ شايفين؟ انا يعني عايز اقول لكم مش بستعمل ابدا القلايه من غير لما احط ورقه. خلاص هستعملها احط الورقه. كمان طريقه انا بسهوله جدا ممكن بجيب الورقه بالمنظر ده، بكون بطبقها باي شكل يعني ايا كان، واجيب المقص واخرمها باي شكل، اي حاجه عشوائيه يعني مفيش حاجه مترتبه قوي. اكون بخرمها بالمقص كده، تخريمات كده امشي بيها من المقص بالمنظر ده. بس هتلاقيها اتخرمت معايا بسهوله جدا عشان الهواء يكون بيدخل جواها يعني يوصل الاكل يوصل لجواه، يعني يوصل من خلال الخرم دي. بس في نفس الوقت انا وجود ورقه الزبده دايما في القلايه ده بيخليها تنظيفها اسهل بكتير وبيحافظ عليها كتير جدا. فسواء انا هستخدم الورق العادي ده او هجيب في الورق المخصص للاير فراير بيبقى زي مدور. بس انا بحس عيب الورق الجاهز ان هو يعني انا الورقه دي شايفين الحواف بتاعتها لما بحطها في الاير فراير بتديلي علو في الحواف بتاعتها. شايفين علو ازاي؟ الورق الجاهز اللي هو مدور ده بيبقى الحافه بتاعته لا تتعدى السنتي يعني او 2 سنتي كده، حاجه كده صغيره جدا. لكن ده انا بحس بيحميلي القعده، وفي نفس الوقت بيديني حمايه للجوانب لما بحط فيها اكل او اي طرطشه بتيجي على الورق، فتبقى تنظيف القلايه نفسها سهل جدا. طيب الناس هتقول انا بحط سيليكون. انا ليه اعتراض شويه مع السيليكون. انا مش عارفه على حسب نوعيته وجوده السيليكون. مش اي سيليكون انا بستعمله مع الاكل، ان في سيليكون بيتباع في السوق ده عباره عن كاوتش، ده بلاستيك. فلما انا بعرضه للاكل بيكون بيعمل تفاعل مع الاكل. فانا على حسب نوعيه السيليكون اللي انا بحط فيه الاكل. فطبعا النوعيه كويسه، هي بتكون غاليه. لكن عموما ورقه الزبده ميزتها ان انا يعني سعرها مع الوقت يعني مش كتير. انا قلت لكم ده كيلو بقاله يعني فتره طويله معايا وقاعد معايا كتير جدا، وهي ورقه باخدها وبرميها. يعني مش حاجه مكلفه، يعني مع الوقت طويل مش حاجه مكلفه، وفي نفس الوقت انا ضامنه ان هي مش بتتفاعل مع الاكل. يعني هنا هوريكم، شايفين انا هنا حمرت برجر، حمرته من وش ومن الظهر. شايفين منظر الورقه، منظرها اصلا مع التحمير بيبقى متبهدل خالص. انا هنا حمرتها من فوق ومن تحت. هطلع البرجر، بس هطلعه وهتبقى هتشوفوا معايا الشبكه نفسها نظيفه. ده كل الحاجه دي لو ما كنتش حاطه ورقه الزبده كانت لزقت في الشبكه نفسها. هنا انا البرجر على فكره سواء برجر او كفته او اي حاجه انا مش بحط له زيت خالص، انا معتمده على الدهون اللي موجوده جوه اللحمه. شايفين ده بس كده بطلعه وبسهوله جدا تكون عندي الشبكه نظيفه. ده بيساعد جدا في تنظيف الاير فراير.
مش هكون الشبكه محتاجه بقى دعك وحاجات جامده جدا. هيكون بس بسبونشه كده صغيره او بالفوطه الدهون، اي حاجه بسيطه جدا هتكون تنظيفها سهل جدا. ودايما القلايه معاكي نظيفه وفله يعني. لو عايز تعرفي كل الوصفات اللي ينفع بنعملها في اير فراير وطريقه تنظيفها وكل حاجه عنها، ما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان يوصلك اشعار بالفيديو اللي هينزل على القناه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك ووصلت لغايه هنا، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم.